أكلة الملوك والغلابة والله. كل ما نخرج يبقى الميزانية كده على قدنا وزهقانين وعايزين نطلع نفك عن نفسنا شوية، نحود على أي مطعم كشري نضرب طبقين كشري ونشرب عصير قصب ونيجي، والله العظيم بتبقى فسحة حلوة. الفسحة مش بالأكل، الفسحة بالناس اللي معاكي، إنها مش بالأكل خالص. كملي الفيديو معايا الآخر واعملوا متابعة للقناة ودوسوا لايك، ربنا يكبر بخاطرك يلا هتعمل متابعة للقناة. كل واحد هيعمل متابعة للقناة هدعيله دعوة من القلب إن ربنا يديله كل اللي بيتمناه. طبعا بنتي جايه النهارده وجايبه 6 من صاحباتها، يوم احنا هنتغدى هنا عشان خاطر ايه، عندنا امتحان بكره وهنعمل مش عارفه نشاط ايه احنا هنتغدى هنا. طبعا ما شاء الله 6 بنات واحنا طبعا احنا كمان وكده. طبعا احنا عايزين ميزانيه، احنا مثلا لو هنجيب فراخ عايزين مثلا نقول 3 فرخات، عايزين 2 كيلو بانيه عشان نعمل بقى. طبعا الميزانيه ما تتحملش الدنيا دي. طلعت عليها هعمل لكم اكله ولا في الخيال كشري. عملت لهم الكشري وعملت لهم دقه وعملت لهم إيه بتاع شطة وعملت صلصة وعملت كل الحاجات بتاعة الكشري. ما عملتوش لان انا جربت كشري الحلة الواحدة ده وحش 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 وبشع، والله العظيم بشع. اللي يقول لك حلو واللي هيقول لها لا مش حلو، لان انا جربته وحش. ما بيبقاش زي ده بتاع المطاعم بقى. تيجي قايمة بقى كان عندي الرز وعندي الشعرية وعندي بصل وعندي طماطم. كل بس اللي اشتريته وعندي المكرونة، كل اللي اشتريته العدس الاصفر والعدس ابو جبن. وقمت جايه عاملاه بقى كده ومروقه عليهم ومحمره لهم بصل والدنيا، وعامله شويه صلصه وغرفت لهم بقى اطباق وبعت جبت لهم بيبسي والله العظيم كانت احلى اكله. كله كل وقال لي يا تسلم ايدك يا طنط والله. شفتوا الطبق عامل ازاي؟ طبق زي ده في البيت يسوى له بره يسوى له كام؟ بذمتكم انتوا قايلين. هعمل زي امي بقى زمان. كانت تقول لك مش كنا قعدنا كنا في البيت، مش كنا جبنا وعملنا في البيت.